واعترف من غير ما حد يسأله. وبعدين؟ اظن بقى من حقي اني اشرب فنجان قهوة وبعدين نكمل. ارجو اني ما كنتش بضايقك بحديثي ده. العكس هو الصحيح. هرجبالي، انت عارف طبعا ان النوع ده من انواع القصص مثير للغاية بصرف النظر عن مين ابطاله. بس في حاجتين عايزك تعرفها. ايه هي الحاجة الاولى؟ الحاجة الاولى اني بسمع صوت التاريخ في منطقة من العالم ارتبط بيها ديفيد، او بمعنى اصح رأفت. والحاجة التانية؟ الحاجة التانية ان الحديث ده هيخليني اعرف حاجات كتير عن الراجل اللي حبيته وارتبطت بيه وعاشرته وانجبت منه ولاد. يا ترى في حد قالك قبل مني انك قصاص جيد جدا؟ فيما بعد اتعرفت قصة باول فرانك وماكس بينيت وجون دارلينج وعوانهم في العالم كله باسم فضيحة لافون. والغريب في الامر ان فيليب ناتاسون اللي اتمسك قدام سينما ريو والنار والعة في هدومه اعترف بالتفصيل من غير ما حد يسأله او يوجه له اي سؤال. يومها محسن استمع اليه باهتمام شديد، لكن اهم حاجة كان عاوز يعرفها وباسرع ما يمكن مين شركائه. 11 فرد يا جماعة، 11 10 رجالة وبنت. معقولة الكلام ده؟ واعترفوا كلهم؟ يعني بعضهم في الأول حاول ينكر، إنما لما لقونا عارفين الحقيقة عن طريق فيليب ناتاسون ما لقوش قدامهم سكة تانية. في حد فيهم هرب؟ باول فرانك وجون دارلينج. هربوا ازاي بس ولاد الأبلسة دول؟ لأنهم مدربين يا حسن، وأكيد حسوا بحاجة لما فيليب اتأخر عليهم. هما كانوا في عيادة الدكتور موسى مرزوق حوالي الساعة 10 تقريبا، وبعدين خرجوا وطلبوا من الباقي يروحوا بيوتهم ويعيشوا حياة عادية جدا. دول ناس عارفين هما بيعملوا ايه يا جماعة. المهم انهم ما يطلعوش بره البلد. هيطلعوا ازاي؟ ده احنا محزمين البلد ومراقبين المطارات والمواني والحدود. اننا لسه مش عارفين اللي هم عارفينه ومدربين عليه. انا كنت فاكر الاول ان الموساد بدأت قوية لانهم استعانوا بخبرات من كل انحاء العالم. ما كانوش بيلعبوا لما زرعوا ضباط يهود في مخابرات فرنسا وانجلترا وامريكا وحتى الاتحاد السوفيتي، وكمان مساهمة الوكالة اليهودية في تقوية الموساد. كنت فاكر ان كل الاسباب دي هي اللي خلت الموساد بدأت قوية من بداية تكوينها. لكن بعد ما قبضنا على الولاد دول وقعدت مع كل واحد فيهم لوحده، بعد ما سمعت اللي سمعته منهم، اكتشفت ان في سلاح اقوى من اي جهاز مخابرات في العالم، واقوى حتى من الوكالة اليهودية. ايه هو؟ اليهود نفسهم يا حسن. اليهود اللي عايشين معانا هنا في البلد ومعاهم جنسية مصرية. اليهود المصري ولا الفرنساوي ولا الامريكي ولاؤه الاول لاسرائيل مش للبلد اللي هو بينتمي ليها. اليهود المصري مواطن مصري، والامريكي مواطن امريكي، واليمني كمان عايش في البلد زيه زي اي مواطن عادي وغير العادي، ويعرف كل حاجة. لانك هتلاقي منهم ناس بيشتغلوا في مراكز ادارية، في حكومة، في مراكز ابحاث، في مستشفيات زي الدكتور موسى مرزوق، هتلاقي في الصحافة، هتلاقي في المصانع، في اي مركز حساس لازم هتلاقي واحد فيهم. ما تنسوش كمان ان جزء كبير من اقتصادنا كان ولا يزال في ايديهم، وجزء كبير من اقتصاد العالم. تقدروا تقولوا لي هم عايزين ايه اكتر من كده؟ انت مش ناوي ترتاح شوية؟ ارتاح؟ ارتاح ازاي؟ وارتاح ليه؟ انا هكتب لك صورة من اعترافات الولاد دول وارجو انك تقراها كويس. لاحظ ان انت ما نمتش بقالك اسبوع، وفي مجموعة كتب وصلت من اوروبا عايزك تفضي نفسك كل يوم ساعتين 3 علشان تقراهم. مش عايز اشوفك هنا الا لما تاخد لك حمام سخن وتنام لك 24 ساعة، لان عايز اتناقش معاك من غير انفعال. سلام. مع السلامة. ايه
بص لي ليه انت كمان؟ ايه اللي في دماغك يا محسن؟ شوف يا حسن، احنا لما قمنا بالثورة كنا فاكرين ان اعدائنا هم الانجليز والسرايا والاقطاع. ما كانش حد فينا متصور ان الجراثيم بترعى في جسم المجتمع نفسه. ما كانش حد متصور كده. شوف يا سيدي، اقوال الناس دي اقوال الدكتور موسى مرزوق اللي اتولد هنا واتربى هنا وتعلم في جامعاتنا هنا في مصر، واشتغل دكتور في المستشفى الإسرائيلي وعاش معظم حياته هنا. اسمع. ما هو الهدف من تدمير المنشآت وقتل الأبرياء؟ احنا سألنا السؤال ده واتقال لنا انه مش كفايه اننا ندق اسفين بين الثوره والامريكان، لكن لازم نولي المصريين العين الحمراء وانهم مش بعيد عن ايدينا حتى جوه بلدهم. مين اللي قال كده بالظبط؟ مش فاكر مين بالتحديد، انما هو واحد من اتنين، اما ماكس بينت او جون دارلينج. تفتكروا كونكم توروا المصريين العين الحمراء ده هو الهدف في حد ذاته؟ الحقيقه اللي كان معذب باول فرانك هو قوه مصر. يعني ايه؟ يعني لو النظام استقر ومصر قدرت تحصل على سلاح وتكون جيش قوي بالفعل، وده من اسباب قيام الثوره واحد اهدافها، اسرائيل تعيش ازاي؟ وكلهم قالوا نفس الكلام وبالحرف الواحد تقريبا. تصور لما وكيل النيابة سأل البنت مارسيل نينيو. انت قلت في اقوالك ان ليك اصحاب مصريين كتير. ايوه قلت. ما فكرتيش ان القنبله بتاعت سينما ريو دي كان ممكن تقتل واحده صاحبتك؟ فكرت طبعا. ورغم كده وافقتي واشتركت في تحضير القنابل مع جون دارلينج. ايوه حصل. ما فكرتيش في اصحابك، في جيرانك، في زملائك ومعارفك؟ كل اللي فكرت فيه ان الامريكان مش لازم يدوا لمصر سلاح، والانجليز مش لازم يجلوا عن البلد، والا لو مصر بقت قوية وعندها جيش قوي ايه هيكون مصير بلدنا؟ بلدكم؟ اسرائيل طبعا. هي دي كلمة السر يا حسن. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز اعمل زي ما هما بيعملوا بالظبط. حدد اكتر. عايز ازرع حد جوه اسرائيل زي ما هما زارعين يهود جوه مصر وجوه كل بلد عربي وجوه كل بلد في العالم. هات لي بلد في العالم ما فيهاش يهود يا حسن نصار. ايدي على كتفك. ايوه بس ازاي؟ ازاي دي بقى عمرها ما هتيجي طول ما انت تعبان وعصبي بالشكل ده. بقول لك ايه، انت تروح تنام لك ساعتين 3 وتيجي بالليل نقعد مع بعض شويه. تعرف انا عايز اعمل ايه؟ طابور 5؟ لا، الطابور الخامس اثبت فشله في الحرب العالميه الثانيه. رغم كل اللي عمله الالمان اتعرفوا واحد واحد. تعرف يا محسن اني فكرت اننا نجند شاب يهودي ونسيبه يهاجر لاسرائيل. ايوه بس اذا لقيت الشاب ده تضمن منين انه اول ما يوصل ما يقول لهمش ويلعب عليك بدل ما يلعب عليهم؟ على العموم مش ده الحل الوحيد ولا السكه الوحيده. امال ايه؟ ممكن ندور على واحد من جنسيه ثالثه، واحد له مصري وله اسرائيلي. واحد امريكاني مثلا؟ او انجليزي او فرنساوي او حتى الماني. الله، طب ونروح بعيد ليه؟ ما هو في بلاد اسلاميه حكومتها اعترفت باسرائيل وفي علاقات بينهم. تركيا مثلا وباكستان. دي فكره كويسه. لو نقدر نلقط واحد من دول ونبعته اسرائيل على انه سايح او تاجر مثلا بالشكل ده. ايوه بس اللي زي ده تضمن ولاءه ازاي؟ بالفلوس. افرض دفعوا له اكتر. مش لو كشفوه. لا يا حسن، حتى لو لقينا واحد من جنسية تالتة وفي كل المواصفات المطلوبة وآمن بالقضية وأخلص لها، هيروح إسرائيل على إنه مجرد زاير يقعد له كام يوم ولا كام أسبوع يسمع كلمتين ويجي هنا عشان يقبض. أهي نوايا تسند الزير يا محسن. لا يا حسن، أنا بفكر في ولد مصري حقيقي يروح إسرائيل على إنه يهودي، نفبرك له قصة متقنة ونزرعه هنا وسط يهود مصر لحد ما يعرفهم ويعرفوه كويس. ولد يكون ولاؤه الأول والأخير لمصر.
ازرعه جوه اسرائيل واسيبه كام سنه لحد ما. سكت ليه؟ ها؟ مش عارف يا حسن. عايز انسان له مواصفات خاصه جدا. عايز بطل حقيقي يكون عارف انه رايح عشان يموت، بس مش لازم يموت ابدا، مش لازم. يا دفعة ما تسمع الكلام وتيجي معانا يا فندم. ألف شكر. لسه بدري على الصندوق والإنجليز واقفين عند الحدود. قول يا مسهل. طب وإذا الليل دخل عليك وما عداش عليك عربية هتعمل إيه بس؟ قول يا رب. طب سيادتك عطشان؟ سكتك طويلة والماء اللي معاك على قدك. خد يا فندم اشرب، ما انتش عارف هتلاقي مية امتى. بس أنا عطشان قوي. خد راحتك، معانا ميه كتير. لو ما جاليش عهده سيبها لك على طول. خد راحتك. متشكرين على الشهامه. طريق السلامه. خلي بالك من نفسك. تورينيش وشك هنا تاني. بتطردني من بيت ابويا يا سليم. لما تعرف تكلم اخوك الكبير كويس يبقى قول لي بيت ابويا يا سليم. بره يا استاذ، اتفضل بره. طب اخرج اروح فين؟ في داهيه يا اخي، في مصيبه. طب قول لي حضرتك على عنوان الداهيه دي وانا اروحها يا ابيه. انت مش مكسوف من نفسك يا اخي؟ واحد زيك زي الشحط عايش على غيره. انا عايز افهم، انت بتاكل في قده محلوله يا بني ادم؟ ده انت تاني سنه بتسقط في دبلوم التجاره. بره يا استاذ، بره. اتفضل. حاضر يا سليم. شايف يا جدع؟ ايه اللي جابه في حته مقطوعه زي دي؟ انت هتركن له يا اسطى؟ خلي ايدك على العتل. ايه يا فندم؟ معاك بقى ميه الله يخليك. كتر خيرك. ما تشرب، معانا كفايه. رايح السلوم؟ رايح بنغازي. عايز الطلب. رايح فين يا فندم؟ الله، ما انت محمل العربيه يجيب 500 صندوق، هيجرى ايه يعني لو بقى 501؟ انت رايح فين بالظبط؟ بلد الله الخلق الله. هنزلك السلوم؟ شوف، انا كل اللي حلت 20 جنيه، تاخد منهم 10 وتنزلني بنغازي؟ طب والانجليز اللي على الحدود بينه وبين ليبيا؟ ولا يهمك، الدار امان. فين 10 جنيه؟ اهو. وبيبوسوا ايديه. اطلع. ماشي يا حلاوه. على فين؟ ايه تاني؟ اركب ورا. حاضر. ونويت على ايه يا رأفت؟ انا مش ناوي ارجع البيت تاني يا شريفه. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ طب ازاي؟ الله، يعني معنى كده بقى انك مش هتكمل المدرسة ولا هتاخد الدبلوم ولا حتى
ما باليد حيلة يا شريفة. الله، وبعدين يا رأفت؟ وبعدين يا اخويا؟ انا عمري سقطت في المدرسة؟ ما هو ده اللي محزني. لما خدت الابتدائية كنت من 10 الأوائل، ومع ذلك سليم أخويا مرضاش يخليني أكمل ثانوي. قال إيه؟ ما عندوش مقدرة مادية على إنه يدفع لي المصاريف. منهم لله. أيوة يا صنايع، ده تجارة متوسطة. يا حبيبي ما أنت كنت ناجح وعديت 4 سنين وما كانش فاضلك إلا سنة واحدة وتاخد الدبلوم، إيه اللي حصل لك؟ ده علمك بقى، أنا ما كنتش بنجح وبس، ده أنا كنت بجيب الدرجات النهائية في الإنجليزي والفرنساوي وماسك الدفاتر كمان. وإيه اللي خلاك تسقط 4 سنين ورا بعض؟ ليه؟ امتحان وملحق، امتحان وملحق. لأن أخوكي ما بيعجبوش نجاحي، بيستفزوا إن أجيب الدرجات النهائية. إيه بس الكلام اللي بتقوله ده يا رأفت؟ معقولة تقول على أخوك كده؟ مالكش حق. أمال بيعمل فيا كده ليه؟ وخصوصا بعد ما اتجوز. معلش يا أخوي، مصارين البطن بتتعارك. أيوة يا شريفة، مصارين البطن بتتعارك، لكن ما بتطردش بعدها ورا البطن. طب اسكت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا رفيق، جيت بدري يعني. انا جاي اغير وراجع الاشلاء تاني. ازيك يا رافض؟ بسم الله يا كابتن. شكرا. ادخلي مع جوزك يا شريفة، أنا مش غريب. اسمعي يا شريفة، هي كلمة ومش عاوز اتنيها تاني. الواد الصايع ده ما يدخلش بيتي، انا راجل ليا سمعتي. طب وطي صوتك لا يسمعك الله يخليك. ما يسمع، انا بقى عاوزه يسمع ويفهم ويحس، ده اذا كان عنده احساس اصلا. طب اسكت. انت تعالي هنا. هالو جوزي، فين باسبور؟ فين؟ اهو. فين باسبور؟ كله تمام؟ يس جوني، كله تمام، وعهد الله كله تمام. في حاجة كلفتي؟ من العربية قدامك يا جوني، ما تفتشش بنفسك. ادي وعهد الله تمام، معاه باسبور. طيب زيت. كام داون هير. كله تمام، عهد الله كله تمام. Look here. What's your name? Johnny. Good Johnny. Look here. I'm not working with them. You see, I am a passenger. Where is your passport, sir? Yes, it's my passport. It's mine. Thank you. Nothing. Yes. What is your name? Pratt. Johnny Pratt. What is your name again? Johnny Pratt. Is there anything wrong? باسبور دي بتاع مين كلفتي؟ وده كان ديفيد. بالظبط، كان رأفت. والباسبور كان مزور، والعرق كشف التزوير. وطبعا قبضوا عليه.
وده كان في نفس اليوم اللي كان فيه حسن صقر ومحسن ممتاز بيبحثوا فيه فكرة زرع إنسان مصري في المجتمع الإسرائيلي، وطبيعي ما كانوش يعرفوا عنه حاجة ولا عمرهم سمعوا عنه. طب ازاي وصلوا له؟ ازاي التقوا بيه؟ بعد أكتر من 6 ساعات ما كانوش وصلوا النتيجة، وكان المتعب في الأمر إنهم كانوا كل ما يوصلوا الحل يلاقوه ما ينفعش، وبدأوا يحسوا بضغط قلة الخبرة وعدم معرفة عشرات ومئات الأشياء اللي كان لازم يعرفوها عشان يقدروا يتعاملوا مع الآخرين. اسكندر اليهودي نافع، ولا الطابور الخامس هيجيب نتيجة، ولا اللي من جنسية ثالثة ممكن تضمن ولاؤه، ولا العربي اللي عايش جوه إسرائيل، لأن العربي اللي عايش هناك محكوم بحصار قوي. قريت التقرير اللي جاء على الحكاية دي؟ أيوه قريته. قريت إن في مدن إسرائيلية فيها مناطق ممنوع العرب دخولها، وإن في وظائف ممنوع إنهم يشتغلوا فيها. إزاي واحد محكوم بحصار قوي بالشكل ده يقدر يتحرك ويتحرى ويجيب لك معلومات؟ يبقى مفيش غير سكة واحدة. دلنا عليها. إني أنا أعملها بنفسي. ما ينفعش. لا ينفع يا أخي. ما ينفعش يا محسن. إذا كان على الولاء ما عنديش غير ولاء واحد خدته مصر من يوم ما اتولدت. إذا كان على الفدائية، الله تقفلها ليه يا أخي؟ أنا مش بقفلها. أمال إيه؟ بتشك في ولائي ولا إيه؟ ما تبقاش مجنون. مش أنت بالذات يا محسن. الفدائي عموما لا يصلح. إزاي بقى؟ إحنا كنا بنقول إن أيوة كنا بنقول إن العملية تتطلب واحد فدائي، لكن فدائي من نوع خاص. أفدني يا أفادك الله. فدائي يبقى رايح وعارف إنه رايح عشان يموت، إنما مش لازم يموت أبدا. مش ده كلامك؟ هو الفدائي لازم يموت؟ مش فاكر يوم سينما شانتكلير في السويس؟ الله، احنا في ولا في يا اخي؟ فاكر يوم سينما شانتكلير يا محسن؟ النهارده السبت، والانجليز بيسهروا ويسكروا وياخدوا راحتهم شويه، وكمان دورياتهم بتقل كتير. عشان كده انا عايزك تطلع من هنا على السويس على طول. في قطر بيقوم الساعه 4، يوصل بكتير الساعه 6. الساعه 8 تكون في بار سينما شانتكلير. من 8:30 ل 9 جابر هيكون هناك. كده يا عيني عينك. جابر هيخش وهيقف جنبك، لكن مش هيكلمك. انت كمان تتظاهر بانك ما تعرفوش خالص. امال اعرف ازاي اذا كانت شحنة المتفجرات جاهزة ولا لا؟ اذا جابر طلب بيرة تبقى العربية جاهزة، اما اذا طلب اي حاجة تانية تقوم تقف وتخرج من باب البار بشكل طبيعي جدا، وترجع على مصر في نفس الليلة. النسخة التانية من مفاتيح العربية معاك؟ ايوه معايا. اذا جابر طلب بيرة تستنى شوية وتقوم ترقص لك رقصة اذا حبيت، وتخرج تلاقي العربية في المكان المتفق عليه، تركب وتطلع بيها على القصاصين على طول. طب خطة الهجوم على المعسكر؟ هتوصلك لما توصل كفر عبده ان شاء الله. طب وليه اللفة دي كلها؟ انت عارف الانجليز اليومين دول مفتحين عينيهم حبتين، عايشين في حالة رعب اسمها الفدائيين، وعشان كده بيغيروا نظام الحراسة كل يوم والتاني. في خلال 24 ساعة هيوصلك خطة الهجوم على المعسكر والنظام الجديد والميعاد، تقدر تعدل فيه حسب ظروفك. المهم الأهداف تدمر إن شاء الله. بس لاحظ إن أجازتي هتخلص بعد 3 أيام. أنا مش عايزك تفكر في أي حاجة تانية يا محسن غير في العملية دي وبس. أي أسئلة تاني؟ خليها على الله. محسن، عايزك تحط أعصابك في ثلاجة، بلاش العصبية الزيادة عن اللازم دي. ولا يهمك. ربنا معاك.
سوري سير. يا ده انت ايش يا شن؟ المصري هو القذر، يمسك القذر يا كلب. ايوه يا اخي حصل، انما ليه؟ من غير ليه؟ الله، وانا ما يشتمني مش مهم، انما لما يشتم مصر لازم ياخد جزاؤه. وانت في اسرائيل هتسمعهم بيسبحوا بحمدنا. ها؟ عايز تقول ايه؟ اذا كنت انت بوظت عمليه من اهم العمليات الفدائيه عشان واحد شتم مصر، تقدر تقول لي لما تروح اسرائيل وتنزرع هناك وكل شيء يبقى تمام، وكل يوم الصبح تلاقي الجرايد والاذاعه والنقابات والناس في كل ثانيه بيشتموا مصر، تقدر تقول لي هتعمل ايه؟ لا يا محسن، الفدائي لا يصلح. الله، ايه على فين؟ خارج. الله، ما احنا لسه مش قادر اسمع ولا كلمه. مش نخلص مناقشه الاول مش يا اخي؟ هتخلص. اسمع بس يا حسن، ما تتعبش نفسك، انا خلاص مخي هيطق هيفرقع، واذا انت كائن متيقظ على الدوام فانا مؤمن بالقول المأثور ان لبدنك عليك حق. حسن اسمعني بس. انت يا اخي ما حدش قال لك ان العقل السليم في الجسم السليم. ولعلمك الشخصي انا نازل وسط البلد، عايز اشوف الناس اللي ما شفتهمش بقالي شهور، عايز امشي في وسطيهم، عايز ادخل مطعم ظريف اكل لقمه حلوه، عايز اتنفس يا محسن. محسن. ايوه. انا هركب معاك بس على شرط. ايوه. مفيش كلام في الشغل تاني، هي اوامر وبس يا اخي. اقسم بالله. خلاص يا سيدي من غير ما تقسم، ده وعد. اركب اركب يا ابو علي. اقف هنا يا محسن. ايه اللي حصل؟ اقف بس. ايه الحكايه؟ تعال ندخل الفيلم ده. فيلم ايه؟ انا جعان، احنا ما كناش طول النهار. ايوه ما انا عارف، السينما دي اصل فيها فيلم عن الحرب. ندخل الفيلم ننسى الشغل شويه وبعدين نتعشى. يلا ما تفكرش. وكانت مصادفة غريبة ان الفيلم اللي كان معروض كان بيحكي قصة سرقة الوثائق الخاصة بالطابور الخامس الألماني من قصر أحد النبلاء في فرنسا. المخابرات الإنجليزية عهدت بالمهمة دي لواحد من ضباطها، وفي خلال أسابيع كان كل شيء جاهز ما عدا عقبة واحدة وقفت في طريق الضابط المسؤول عن العملية. ايه هي؟ الخزنة اللي فيها الوثائق. مش فاهمة. وكان المطلوب انهم يفتحوا الخزنة ويصوروا كل الوثائق اللي فيها ويرجعوها الخزنة تاني من غير الألمان ما يحسوا بحاجة. طب وايه كان المطلوب؟ خبير فتح خزاين. ايوه بس ما اعتقدش ان دي مهمة صعبة. هي ما كانتش صعبة صحيح، لكن كان في مشكلة. ايه هي؟ ما كانش قدام ضابط العملية الا انه يروح سكوتلاند يارد ويطلب من مديرها واحد من الضباط الخبراء في فتح الخزائن. وكان طبيعي ان المدير يسأله عن طبيعة المهمة المطلوب ليها الضابط ده، ولما عرفها قال لقائد العملية: انت ما يلزمكش ضابط، انت يلزمك لص. لص؟ ايوه لص، لص متخصص في فتح الخزائن. طب وليه لص بالذات؟ لان اللص هيكون عنده احساس بالحذر اكتر من الضابط، احساس اكتسبه من طول خبرته في السرقة، وده يخليه يؤدي مهمته على الوجه الاكمل من غير الالمان ما يحسوا. ولقوا اللص ده؟ ايوه، وقبل المهمة ونجحت وسقطت كل شبكة الطابور الخامس الالماني في اوروبا. طب وده كان تأثيره ايه على حسن صقر ومحسن ممتاز؟ انهم اخذوا قرار بالبحث عن افاق. افاق؟ ليه افاق؟ لان الافاق هو اللي يقدر يقنعك بشيء مش حقيقي على انه حقيقي، ويتظاهر باي شيء مش من طبيعته
على انه طبيعته؟ حدد اكتر. انت فاكر انا قلت لك ايه النهارده؟ قلت لي انك عاوز ولد، وبعدين سكت وقلت انك مش عارف. من غير تريقه يا حسن. الله، مش انت اللي قلت كده يا محسن؟ لسبب. ايه هو؟ اني حاسس ان البني ادم ده موجود فعلا، 100% موجود. مش ممكن 20 مليون بني ادم هم تعداد الشعب المصري ما يكونش فيهم واحد ينفع. مش ممكن. انا من بكره هبدا البحث. انا عاوز العنصر البريطاني. انا هنا غلط. انا عاوز محامي، يا حد ظابط، يا شويش، يا حكومه. انا عاوز العنصر بتاعي يطلع لي من هنا. ايه الدوشه دي يا عسكري؟ هضربه. ده الخواجه ليبيا يا فندم. ده ايه ده انت؟ شوف يا حد ظابط، انا بحملك مسؤوليه حجز هنا. انا عاوز العنصر بتاعي علشان يخرجني من هنا. يعني انت مش عايز تتلم؟ حقي يا سعاده البيه، حقي. اذا كان حقك بقى نبعت نجيب لك القنصل الاسرائيلي يا ابني. لا مفيش داعي للغلط يا حد الظابط، خلينا حلوين مع بعض احسن لك. يعني انت مش عايز تجيبها البر؟ لا عاوز، عشان كده انا عاوز محامي. كل حقوقك هتاخدها، بس تقعد ساكت من غير دوشه. انا بقالي اسبوع في الحجز هنا محدش سأل فيا. مش احنا اللي جبناك هنا، الانجليز هم اللي رحلوك من حدود ليبيا، وانت اللي قلت لهم ان اسمك الحقيقي ليفي كوهين. طب انا عاوز سجاير. روح هات له اللي هو عايزه، على الله اسمع صوته بعد كده. حاضر يا فندم. خد يا شويش عبده، هات لي علبه لاك سترايك وسندوتشين فول وزيهم طعميه. يلا. لك سترياق وفول وطعميه؟ طب يتبلعوا ازاي دول؟ امال انت عايز تاكل ايه؟ الربع الكبده والليل واخره. الليل واخره، الليل واخره، احنا لسه في عز الظهر. لا، ما الكبده طولت المفعول، بتشتغل لتاني يوم. طب ما تتأخرش عليا، احسن ما معيش غير سيجارتين. حاضر. ايه العبارة دي يا جدع؟ حماية. حماية ايه؟ بس كان الثورة لغت الحماية. ما سمعتش كلام مع الظابط. بس برافو عليك، حقيقي برافو عليك. ابراهيم سليمان، خليك بعيد عني احسن لك. انت صحيح اسمك ليفي كوهين؟ انت غاوي وجع قلب اخينا؟ مش ممكن يكون ده اسمك الحقيقي. تاخد لك نفس؟ لا، انا عايز اعرف اسمك الحقيقي. ان ما بعدتش عني هقول لهم انك معايا. ايه رايك؟ لا، وعلى ايه؟ لحد دلوقتي يا فندم محدش عارف له اسم ولا مله ولا جنسيه. الله، انت مش حاطط معاه مرشدين في التخشيبه؟ اتقلب عليه 6 لحد دلوقتي، محدش عارف له اصلا. مفيش غير ان المباحث تشد حيلها وتجيب لنا قراره. الولد ده مش سهل زي ما انتم متصورين. ازاي؟ اولا اتمسك في ليبيا باسم، وجه عندنا باسم تاني. بصماته بتقول ان ليه اسم تالت، واكيد ليه اسماء تانية ما نعرفهاش. ايه اللي يخليك متاكد من كده؟ التقرير اللي بعتوه الانجليز معاه بيقولوا فيه انه مطلوب القبض عليه في امريكا وانجلترا وفرنسا، وانه اتحبس في المانيا. خلاصه الكلام، انت ايه رايك فيه؟ رايي ان احنا نتخلص منه ونبعته مصر، وهناك يبقوا يتصرفوا معاه. الو. خلاص يا عم، لقيت لك اللي بتدور عليه. تاني يا رشدي؟ الله، انت مش بقالك كذا شهر بتدور ولفيت مصر من شمالها لجنوبها، وانا وريتك فوق عن 20 واحد ما هماش عاجبينك. عايز تقول ايه؟ عاوز اقول ان ده نوع ما حصلش. شكله ايه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ حقيقي معرفش. جرالك ايه يا رشدي؟ تعالى وانت تتاكد بنفسك. اسمه ايه؟ معرفش. الله، انت شارب حاجه يا اخينا؟ ما احنا قدامنا كذا اسم، احنا مش عارفين اسمه الحقيقي انهي فيهم. وده ملته ايه؟ معرفش. اسمع يا رشدي، انا لسه جاي دلوقتي وتعبان، مش فاضي الهزار بتاعك ده يا اخي. صدقني يا محسن، محدش عارف ان كان مسلم ولا مسيحي ولا يهودي. انت ممكن تعرف بالنظر يا حضرة الوزباشي. ما هو اصله ينفع كله. وده تهمته ايه؟ معرفش. امال قبضتوا عليه ليه؟ حقيقي معرفش. ده كلام ده يا عم رشدي. اصل في قدامنا كذا تهمه. زي ايه؟ في نصب واحتيال وسرقه
وتزوير في اوراق رسميه وانتحال شخصيات، لكن المشكله ان التهمه دي موجهه لكذا واحد واحنا ما احناش عارفين هو انهي فيهم. طيب انا جاي حالا. هو اتمسك على حدود ليبيا وكان معاه جواز سفر باسم جون براد. السلطات البريطانيه اكتشفت ان الباسبور مزور. لما سالوه عن حكايته قالوا ان يهودي مصري اسمه ليفي كوهين وكان عاوز يهرب من مصر باي شكل. خافوا لا يكون من العساكر الحلفاء اللي كانوا موجودين اثناء الحرب العالميه الثانيه وعاوز يرجع بلده. خدوا بصماته بعتوها لندن. جالهم الرد من سكوتلاند يارد بانه شاب مصري اسمه رأفت الهجان وانه مطلوب في تهمه نصب في ليفربول. وقال الانتربول كمان انه مطلوب في امريكا وفرنسا وانه اتسجن في المانيا 3 شهور على ذمه قضيه طلع منها براءه. رحلوه على مصر. لما وصل اسكندريه اخدوا بصماته. طلع ان اسمه عادل مرقص سيدهم وانه مطلوب في قضيه تبديد وافرج عنه لعدم ثبوت الادله. اخدوا بصماته هنا؟ جه تقرير البصمات ومعاه جواز سفر فرنساوي باسم دانييل مارتان. لما واجهناه بالحاجات دي قال ان اسمه فعلا رأفت علي سليمان الهجان. وبعدين رجع في كلامه وقال ان اسمه احمد العليلي وان الباسبور بتاعه ضاع منه. عملنا تحرياتنا لقينا محضر فعلا باسم احمد العليلي بيبلغ عن فقدان جواز سفره. لما اعترنا على الباسبور لقينا صورة الواد ده فعلا عليه. يعني طلع مسلم ومسيحي ويهودي؟ مصري ب3 اسماء وفرنساوي باسم وانجليزي باسم. محاضر التحقيق موجودة اهو محضرهم لك. ممكن اطلع عليهم؟ السيد وكيل النيابة هو اللي يقرر. طبعا ممكن بس بعد ما نوجه له شويه اسئله. هو مين اللي هيحضر التحقيق؟ احنا ومعانا كاتب الجلسه. بعدين انت بتسال السؤال ده ليه؟ لا ابدا، اصلي مش عايز حد منكم يبص لي وانا حاضر معاكم التحقيق. مش عايزه حتى ياخد باله مني خالص. بس هيك يعجبك يا محسن. نجيب المتهم؟ انا جاهز. هات المتهم يا شاويش. حاضر يا فندم. امشي يا متهم وبطل يا كعب. متهم يا فندم. روح انت يا شاويش وسيبهن. حاضر يا فندم.